أهلا بكم في قناة مدينة سبور. نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناع النجم الشاب آدم بوفندار قائد فريق يوفنتوس الإيطالي بالمشاركة مع منتخب المغرب لكرة القدم في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وتمكنت من الحصول على ترخيص من نادي يوفنتوس للاعبه بالمشاركة في بطولة الجزائر المؤهلة إلى كأس العالم. ويعد آدم من بين أفضل المواهب في أوروبا، وقد شارك مع فريق جوفنتوس في 23 مباراة حتى الآن، حيث سجل 4 أهداف. وأصر اللاعب على المشاركة مع المنتخب المغربي، الأمر الذي أسعد الجمهور ودفع ناديه للموافقة على طلب اللاعب. تجدر الإشارة إلى أن آدم رفض اللعب مع منتخب إيطاليا في كأس إفريقيا، لكن أبدى رغبته الشديدة في اللعب مع منتخب المغرب، مما أثار غضب الاتحاد الإيطالي. هذا ووصلت طائرة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إلى مطار قسطنطينة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي ستقام في الجزائر والمؤهلة إلى كأس العالم. نتمنى حظ طيب للمنتخب الوطني المغربي بالجزائر. شكرا لكم.